السلام عليكم. النهارده انا هعمل لكم عشق المصريين. هعمل النهارده معاكم السوبيا الصعيدي الاصليه اللي اول ما تشربي منها مره مش عايزه تبطلي خالص. عايزه تشربي سوبيا وما تنسيش طعمها نهائي، اشربيها من تحت ايد اي واحده صعيديه. بعد الصعايده تعاني في السوبيا ما فيش حد يعرف يعملها ابدا. تعالي النهاردة أنا حوريك إزاي تعمليها، طريقة سهلة وبسيطة وحتعمليها كل يوم. اعمليها وحتدعيلي. يلا كده نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا زي ما انتوا شايفين كده عندي حلة فيها مية بتغلي، مقطعة نفسها كده من الغليان، وعندي حلة فاضية، وعندي كيلو ونص من الدقيق. الدقيق لازم يكون ابيض عشان الصوبيا يطلع لونها ابيض زي ما شفتوا كده في بدايه الفيديو. لا هاخد كده من الميه المغليه ولا هنزل على الدقيق، ولا هعصدها زي ما بنقول كده، زي ما بنعمل عصيده العيش الشمسي. طبعا هتعصديه باي حاجه خشبيه او اسباتيول او حاجه تكون قويه يعني. احنا عندنا محراك زي اللي انت شايفاه الخشبي ده بنقول عليه محراك عصيده، بنعصد فيها. هنا طبعا انا اخدت الميه ما قعدتش منها غير حوالي كوبايه. طبعا شفت كميه الميه، وانا عامله النهارده كيلو ونص من الدقيق. تمام، هنقعد كده نحرك فيها لغايه ما العصيده تسمعي صوتها كده بتطرشق معاكي زي اللبانه بالظبط، زي ما كانك بتاكلي البانه والبانه كده بتطرشق معاكي كده، معناها العصيده اتملكت وبقت حلوه وزي العسل. تمام. هنا غطيتها ساعه لحد ما تبرد، وغطيتها طبعا عشان المروحه ما تنشفش وشها. تمام، لازم تبرد تماما تماما، تديها ساعة كده تبرد. هنا عندي مية من الحنفية، عايزة تستخدم مية من الحنفية براحتك، مية من التلاجة براحتك، المهم يعني تكون المية باردة. تمام، انا عندي مية هنا دي انا جبتها من التلاجة، عندي مية كتير في التلاجة فطلعتها. لحنزل بقى بالمية دي بعد ما بردت بساعة، لازم تكون العصيدة لازم تبرد معاكي. هتنزلي بشوية شوية من المية، قد مج كده او نص مج، ويختفي وتنزلي بالتاني لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه بتاع السوبيا. تمام. اهم حاجة انا بكب شوية شوية مية، ليه بحط شوية؟ عشان ما تلكلكش معايا، ولو لكلكت معاك يا ستي ما تزعليش، كده كده لا هتتخلط في الخلاط ولا هتمشي. بس انا بحب يعني اعملها كده كويس بيدي، علشان برضي الشكل حلو. شكله لما بيطلع كده حلو ما فيش لكليك كده بيبقى حلو. هنيجي بقى هنا عندي عجينة من العيش الشمسي. انا كنت خابزة عيش شمسي امبارح، واخدت من العجانة رغيف وحطيته كده، يعني حتة عجينة كد الرغيف، وحطيتها في البولة ده، وحطيتها في كيس، وحطيتها في التلاجة اللي هي تلاجة المطبخ، مش في الفريزر، لا في تلاجة المطبخ. تمام، وخمرت هي وفي التلاجة بالشكل ده من عجين العيش الشمسي. احلى صوبيا تاكليها من عجينة العيش الشمسي. وزي ما قلت لك ما تنزليش بالعجينة الا والصوبيا تكون العصيدة باردة تماما، هتبوظ منك. لازم طبعا العصيدة تكون باردة. طبعا احنا بردناها ساعة ونزلنا كمان عليها بمية ساقعة الاول، فاكيد باردة معانا. هلا هننزل دلوقتي بالعجينة بتاعت العيش الشمسي في العصيدة ونقلبها، وكمان هننزل برضي بالمية لان هتكون قاعدة تخينة، هننزل برضي بمية تاني لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، اللي انت هتشوفيه دلوقتي بالاسباتيولا هوريهولك. القوام بيبقى تخين اهو. ليه؟ لان هنا دي لسه هتخمر ولا هتطرى معاكي. تمام. انا على فكرة السوبيا دي المفروض تتعمل، احنا بنعملها في عجانة كبيرة او بنعملها في حلة كبيرة عشان تاخد التخمير براحتها، بس انا حبيت اعملكم شايفين المستوى، انا بوريكم المستوى اللي واصله للعجين ازاي. تمام. انا حطيتها في حله صغيره علشان اوريكم بقى ان انتوا لو عملتوها في حله صغيره تتعاملوا معاها ازاي. طبعا هنا رجعت بعد 3 ساعات ونص، شايفين ملت الحله للاخر. طبعا هي انا وريتكم المستوى بتاعها الاول فين واصل عشان تشوفوا اللي بعد التخمير وصلت لفين. شايفين خمرت ازاي ده بعد 3 ساعات ونص اهي. هتقلبيها. طبعا احنا لما بنعملها في عجانة واسعة او حلة كبيرة ما بنقلبهاش، بنسيبها تخمر وتنام لوحديها، تخمر وتهبط لوحديها، عشان طبعا حاطينها في حاجة واسعة. لكن هنا انا لما حطها في حلة صغيرة شايفين اهيني رجعتها تاني للمستوى، بعد ما خمرت قلبتها رجعتها للمستوى اللي كانت فيها الاول. تمام. لا هغطيها ولا هنرجع تاني
كل ما هتخمر هنهبطها، كل ما هتخمر هنهبطها. هنعرف بقى، شايفين اهي دي المرة التانية بعد ساعة ونص، مش بعد 3 ساعات ونص. المرة الأولانية بعد 3 ساعات ونص، دي بقى بعد ساعة ونص. زي ما قلت لك كل ما هتخمر لازم تهبطيها كده بالاسباتيولا او باي حاجه عندك وتنزليها للمستوى اللي كانت فيها الاول. هتعرفي السوبيا استكفت وعايزه تشربي منها لما انت بقى بعد كده تقلبيها وما تخمرش معاكي تاني، تفضل في المستوى بتاعها هو. تمام. كل ما هتخمر روحي لها بعد ساعه تروحي لها، وبعد ساعه تاني تروحي لها تهبطيها. اخر مره بقى لا هتقلبيها فيها وتهبطي فيها التخمير بتاعها وهتغطيها. لو لقيتيها خمرت يبقى دي لسه ما خلصتش بقى تخمير. لو لقيتيها خلاص قاعده في المستوى بتاعها هو الاصلي كده يبقى خمرت تماما ومش محتاجه انك تخمر تاني، وتروحي تشربي منها زي ما انت عايزه. يعني انا الطريقه دي اللي قلت لك عليها اخذت معايا حوالي 20 ساعه. 20 ساعة وأنا كل ما تخمر أهبطها. 20 ساعة ده عشان ما في الصيف. أما بقى لو في الشتاء ممكن تاخد معاكي 30 ساعة. زي ما عارفين الجو في الشتاء بيبقى سقعة والتخمير بيبقى بطيء، وأنا ما حطلهاش خميرة، دي على عجينة العيش الشمسي زي ما انتوا شايفين كده. ادي هي خمرت كده تماما، أخذت معايا 20 ساعة وأنا بقلب فيها لغايه ما زي ما قلت لك اخر مره قلبتها ما خمرتش معايا، فقعدت في المستوى بتاعها الاصلي. فيها دي بقى تعرفي انك انت هتاكلي سوبيا طعمها جميل وخطير. احنا صراحة عندنا كله بيعشق السوبيا بتاعت الصعايدة. هنا هجيب اكياس وهعبيها في اكياس التلاجة، والاكياس دي اللي هدخلها الفريزر. وبعد كده كمان هعمل جزازة. الجزازة ديات اللي هخليها عندي في التلاجة بتاعت المطبخ قريبة عليا، يعني علشان انا كل ما احتاج، لان صراحة انا من عشاق السوبيا. حتى ما بعملهاش في رمضان زي الناس ما بتعملها في رمضان، انا ما بتخلاش عندي التلاجة من السوبيا. انا اعمل الشفشق كده احطه في الفريزر في التلاجة، وتلاقيني داخلة طالعة عليه، تلاقيني بس بشرب في السوبيا. لان على فكرة السوبيا صحية، يعني ايه، بتزيل الاملاح اللي عندك الموجودة وبتنظف الكلى. يعني لو سألت اي دكتور صراحة اللي هيقول لك عليها، يعني الطب الفلاحي ده مفيش احسن مني. شايفين انا هنا عبيت 10 اكياس وعبيت برطمانتين وعبيت ازازة. زي ما قلت لك الازازة اللي هحطها في التلاجة، والبرطمانتين دول عايزه اوديه واحده لجارتي، لاني معايا عندي جاره اسكندرانيه بتقول لي انا بحب السوبيا من ايدك صراحه، بحب السوبيا بتاعت الصعايده، كل ما بعمل سوبيا لازم اودي لها. والبرطمانه الثانيه دي اللي هوديها لاختي. هنيجي بقى هنا جبت شفشق الخلاط، حطيت فيه مكعبات من التلج، وحطيت سكر طبعا على حسب الرغبه بتاعتك، وحطيت يا لتر ميه والسكر زي ما قلت لك. وهنا عندي كيس فانيليا، مش هحطه كله، انا هحط يا دوب ذره منه بس، علشان طبعا طعم السوبيا ما يغيرش، يبقى طعم السوبيا هو بس هتشمي ريحه الفانيليا على خفيف. عايزه تعمليها من غير فانيليا اعمليها. شايفين السوبيا وجمالها؟ ضربناها في الخلاط، عبينا منه الشفشق وعبينا منه الكوبايتين، والكوبايات كمان حاطه فيها مكعبات التلج. شايفين شكلها حلو ازاي؟ عشان كده بقول لك حطي لما تستخدمي دقيق استخدمي دقيق ابيض عشان يديكي لون السوبيا الابيض الجميل الحلو دياتي. عايزاكم تجربوا طريقه الصعايده في السوبيا، وصدقوني هتعجبكم جدا 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 جدا. ولو انتم ما بتعملوش عيش شمسي وعايزين عجينه عيش شمسي، روحوا الفرن، روحوا اي مخبز قولوا لي اديني عجينه من عجينه اللي هو ايه العيش الفينو، واعمليها بس هتجيبيها حته كبيره كده. شايفين ما شاء الله الكيلو ونص بتاعت الدقيق هتشربي انت والحبايب. اللهم صل على النبي، كميه حلوه. عايزاكم تجربوا الطريقه دي بقى وتدعوا لي. السلام عليكم.